اللي غلطوا معايا ما غير رجعوا فين كانوا، حاج كامل اللي معايا بحال ما كنديرش الفرق ما كيبقاوش فيا. واسال بالبالة كالعادة ولا ما نوصيكم ديروا لنا لايك كومنتيرز. نبداو. القصة ديال هذا الفيلم قصة حقيقية وقعت عام 1986 في واحد المدينة سميتها كوندوا في الهند. واحد طفل صغير سميتو سارو غادي يكون واقف وسط الفراشات وكيلعب معاهم. شوية غادي يعيط عليه الاخ ديالو الكبير كودو، وهادشي باش يمشيو بالزربة داك القطار اللي كينقل الفحم. غادي يطلعوا للسطح ديالو وغادي يسرقوا منه شوية ديال الفحم باش يبيعوه، ومن بعد ما خداو الفلوس غادي يمشيو يشريو واحد ليطرو ديال اللبن. هنا سارو غادي يشوف واحد الراجل كيصوب الحلوى وغادي يطلب من خوه باش يشريها له، ولكن حيتاش ما بقاتش ليهم الفلوس الاخ ديالو غادي يوعدو بلي غادي يشريها له من بعد. وغادي يمشيو للدار وغادي يبانوا بلي راهم فقراء بزاف. ام ديالهم غادي تاخذ اللبن وغادي تفرقوا عليهم، وهي ما بقاش ليها اللبن وما بغاتش تشرب باش يكفيهم. انا سارو غادي يلاحظ هذا الشيء وغادي يعرض عليها باش تشرب معاه في نفس الكاس، ولكن شكراتو وخلاتهم يشربوا ومشات باش تقضي شغالها. وغادي تطلب منه باش يرد البال على اختو شيكالا. وبالليل كودو غادي يوجد راسو باش يمشي للخدمه، وسارو غادي يطلب منه باش يمشي يخدم معاه، ولكن كودو غادي يقول ليه بلي راه مازال صغير وما يقدرش يهز معاه الخناشي، وبلي ضروري خاصو يجلس في الدار ويرد البالو على اختو الصغيره ويبقى يتسنى الام ديالو حتى ترجع. ولكن سارو غادي يكون مقرر باش يمشي معاه، وغادي يهز قبالته الكوسي وغادي يهز البيكالا ديالو باش يبين ليه بلي راه كبر ولا صحيح، وغادي يبقى كيتحايل عليه حتى غادي يوافق كودو باش يدي معاه، وغادي يخليو اختهم الصغيره ناعسه بوحدها في الدار. من بعد غادي يركبوا القطار بزوج بيهم، وسارو غادي ينعس على كتاف ديال خوه. وفاش غادي يوصلوا للمحطه غادي ينزل كودو وهو هازو وغادي يحاول يفيقو ولكن ما غاديش ينوض، وغادي يضطر يخليه في واحد الباياس وقالو ما تحركش حتى رجع ليك. وسارو غادي يسمع لهضرته وغادي يرجع ينعس، وغادي يدوز واحد الوقت طويل وغادي يفيق وغادي يلقى راسو بوحدو في المحطه، وغادي يكون خوه تعطل عليه بزاف وما رجعش. غادي يمشي في المحطه وغادي يبقى كيقلب عليه، وغادي يطلع لواحد القطار خاوي وبدا كيقلب عليه ليكول داخل، وملي ما لقاهش غادي يعيا وغادي يجلس باش يرتاح. وشويه غادي يبقى حتى غادي يسد عينه وغادي ينعس، وملي فاق غادي يلقى التران كيتحرك بيه. غادي يمشي بالزربه باش ينزل ولكن غادي يلقى البيبان كلهم مسدودين. غادي يخاف بزاف وغادي يبقى كيغوت وكيعيط على الاخ ديالو، ولكن حتى شي واحد ما داها فيه. وغادي يوصل القطار لواحد المحطه وسارو غادي يبقى كيعيط للناس باش ينزلوه، ولكن حتى شي واحد ما كان تيفهم الهضره ديالو. من بعد ايام غادي يوصل القطار لواحد المحطه في مدينه كالاكتا، وغادي تكون بعيده على المدينه ديال كوندو ب 1800 كيلومتر. وغادي يبقى كيحاول يهضر مع الناس باش يرجع للمدينه ديالو، ولكن حتى شي واحد ما فهم اللغه باش كيهضر، وهادشي حيت كانوا كيهضروا باللغه البنغاليه. وغادي يمشي لكيشي باش ياخذ واحد التذكره ويرجع لمدينته، وغادي يبقى كيقول داك الموظف الاسم ديال غانستالاي، ولكن الموظف ما غاديش يفهمو، والناس غادي يدفعوا البعيد حيت كانوا شادين واحد الصف طويل بزاف ومزروبين. وغادي يمشي وغادي يوقف بعيد وهو حاسس بالعيا، وغادي يلقى واحد السباله ديال الماء وغادي يمشي يشرب منها، وغادي تجي واحد البنت وغادي تشرب معاه، وغادي يمشي سارو موراها وغادي يبقى تابعها حتى غادي يلقاها مع واحد المجموعه ديال الاطفال المتشردين. غادي يجلس قبالتهم وغادي يبقى كيشوف فيهم، وواحد من المتشردين غادي يعطيه واحد الكرتونه حداه باش ينعس. غادي يبتسم ليه سارو وغادي يمشي يجلس حداهم، ولكن في نص الليل غادي يفيق على الصوت ديال الغواس ديال دوك الاطفال، وغادي يكونوا شي ناس كيخطفوهم. غادي يخاف سارو وغادي يهرب ليهم، وغادي يلقى واحد الضابط ديال الشرطه واقف وكيدير راسو بحال اللي ما شافهمش، ولكن هو غادي يقدر يهرب منهم وغادي يطلع الفوق. وملي بقى كيطل غادي يلقى واحد البلاصه عامره بالشموع، وملي دخل غادي يلقاه معبد وبزاف ديال الناس ناعسين فيه، وغادي يلقى واحد التمثال ديال الالهه ديالهم وحده القربان اللي هو ماكله. غادي ياخذ من داك الفاكهه ديال القربان وغادي يبقى كياكلها، ولا طلي غادي يمشي للبلاصه ديال داك الاطفال المشردين وغادي ياخذ الكرتونه اللي كانت ينعس عليها وغادي يبقى غادي، وما غاديش يكون عارف فين ديرو رجليه. حتى غادي تلقى واحد البنت سميتها نور، وغادي تلاحظ بلي كيهضر باللغه الهنديه، وهذا الشيء كيعني بلي هو ماشي من داك المنطقه. وغادي تاخذو معاها للدار وغادي تقدم ليه الماكله وغادي تبقى كتهتم به. وبالليل غادي تقول ليه بلي كاين واحد الراجل سميتو راما غادي يعاونو، وهو اللي غادي يقدر يرجعو لعند الام ديالو. وغادي تبقى ناعسه حداه حتى غادي ينعس، وفاش غادي يفيق غادي يلقى راما واقف قبالته كيشوف فيه، وغادي يمشي يجلس حداه وغادي يبقى كيعبرو، وغادي يوقفوا فوق الفراش وغادي يبقى كيقلب فيه. وغادي يرجع لعند نور وغادي يقول لها بلي الطفل مناسب بزاف وهو الطفل اللي كيقلبوا عليه. انا صارو غادي يشك فيهم وغادي يخاف لي يبغيو يخطفوه ويبيعوه لشي وحدين، وغادي يهرب ليهم. وغادي يوصل لواحد البلاصه وغادي يبقى عايش فيها لمده ديال شهرين باش يتخبى من البرد، وغادي يبقى كيقلب في الزبل على اي حاجه ياكلها. شويه غادي يلقى واحد المعلقه وغادي ياخذها معاه. وواحد النهار غادي يكون كاس في لاطيراس وغادي
وغادي يشوف واحد الشاب جالس في واحد المطعم كياكل بالمعلقه ومسكين حيتاش كان فيه الجوع غادي يبقى كيقلدو وكيحس بحال الا راه شبع. هنا داك الشاب غادي يرد ليه البال وغادي يمشي لعندو وغادي يديه لقسم الشرطه وغادي يبقاو كيحاولوا يفهموا منه هو منين جاي وغادي يبقى كيقول لهم مسكين كان سطالاي وغادي يسكت حيتاش ما كانش كيفهم اللغه ديالهم. غادي ياخذوه وغادي يصوروه وغادي يديروا اعلان في الجورنالات بلي كان واحد الطفل تالف على الاسره ديالو وغادي يديوه لواحد الدار ديال الايتام فيها بزاف ديال الاطفال وغادي ينعسوهم في واحد البيت ولا غدلي غادي يوصل الوقيته ديال الغدا وغادي يتعرف على واحد البنت سميتها اميطه غادي تهضر معاه وغادي تقول ليه بلي ما كتبغيش هذا الملجا وكتحلم شي نهار تخرج منه ويتبناوها شي ناس. وغادي تدوز الايام وغادي تجي واحد المراه سميتها سوزانا وغادي تلاقى سارو وغادي تهضر معاه وغادي تقول ليه بلي هي المسؤوله على انقاذ الاطفال والعرض ديالهم للعائلات باش يتبناوهم وفهماتو بلي حتى شي واحد متعرف على التصويره ديالو في الجورنالات وحتى شي واحد من الاهل ديالو ما اتصل بيهم وقالت ليه بلي كاين واحد الاسره في استراليا باغيين يتبناوه وغادي توريه التصاور ديالهم وغادي تقول ليه بلي غادي يكون سعيد معاهم في استراليا وخلات له التصويره ديالهم باش يحتفظ بها ويفكر في الموضوع وغادي يوريها لصديقته اميطه وغادي تقول ليه بلي استراليا بلاد زوينه بزاف وغادي يعيش في دار زوينه وغادي يعجبو الحال. من بعد سوزانا غادي تجمع سارو ومجموعه ديال الاطفال وهما كياكلوا وغادي تبقى كتعلمهم اللونجلي باش يهضروا مع الناس اللي غادي يتبناوهم وبقات كتربيهم كتعلمهم كيفاش يكونوا مهذبين مع داك العائلات اللي غيتبناوهم وغادي تاخذ سارو وغادي تسافر به لاستراليا وتما غادي تلقى الاسره ديالو الجديده وغادي يتعرفوا على بعضياتهم وغادي يبان بلي هما فرحانين بزاف بيه وغادي يديوه للدار والام غادي توريه البيت فين غادي يبقى يبات وغادي تدوز الايام وواحد النهار غادي يبقاو كياكلوا مع بعضياتهم وغادي يحاول سارو يهضر معاهم باللونجلي ولكن ما كانش كيتقنها بزاف وغادي يبقى سارو كيعيش معاهم واحد الحياه اسريه زوينه بزاف وغادي يبقى كيولف في الحياه ديالو الجديده. ومن بعد عام الام والاب غادي يتبناو واحد الولد اخر وهادشي باش يكون هو الاخ ديال سارو وغادي يمشيو كاملين باش يتلاقاوه وغادي تكون سميتو مانتوش وسارو غادي يعطيه واحد الرسمه رسمها ليه وفاش غادي يرجعوا للدار غادي يكتشفوا بلي مانتوش كيعاني واحد الازمه صحيه صعيبه وكيتعصب بزاف وكيطيح بالكريز. غادي يحاولوا يسكتوه ويهدنوه وسارو غادي يكون غير خايف وكيشوف فيه وبالليل غادي يفيق وغادي يلقى الام ديالو حزينه وكتبكي وهادشي حيتاش الحاله الصحيه ديال مانتوش كانت صعيبه بزاف وغادي يعنقها وغادي يحاول يواسيها وغادي تدوز 20 عام وغادي يكبر سارو وغادي يمشي هو والاب والام ديالو باش يتغداو في واحد المطعم وغادي يقول لهم بلي غادي يسافر لواحد المدينه باش يدرس تما الاداره ديال الفنادق وغادي يلاحظوا بلي مانتوش ما كانش معاهم وهادشي حيتاش التصرفات ديالو ديما كتكون معصبه وكيسبب الام ديالو في المشاكل ولكن غادي تكون مريزيرفي عليه واحد الكرسي حداهم ما ربما يجي. شويه سارو غادي يمشي عنده البلاصه فين جالس وغادي يقول ليه بلي غادي يسافر وفي هاد الوقيته اللي ما غاديش يكون في الدار يتعامل مع الام ديالو بصفه زوينه. غادي يرد عليه خو وغادي يقول ليه بلي قرر يبعد على الدار باش ما يتسببش ليهم في المشاكل وغادي يسافر سارو وغادي يبقى كيقرا وغادي يتعرف على واحد البنت زوينه سميتها لوسي غادي يبقاو اصدقاء وقرابين من بعضياتهم وواحد النهار غادي ياخداو وغادي يمشيو يتغداو مع الاصدقاء ديالهم وغادي يكونوا بزاف من الاصدقاء ديالهم من الهند وكل واحد فيهم غادي يبقى كيهضر على البلاد ديالو الاصليه. فهاد الوقيته سارو غادي يقول لهم بلي هو من كالاكتا وغادي يدخل الكوزينه باش يجيب الماء وغادي يلقى واحد التبصيل في داك الحلوه اللي كانت كتعجبو غادي يتاثر بزاف وغادي يتفكر ملي كان صغير وطلب الاخ ديالو باش يشري ليه داك الحلوه وما كانش عندهم الفلوس. غادي تمشي لوسي وغادي تكون مقلقه عليه وغادي تمشي تطمن عليه وغادي يهضر مع صحابو وغادي يقول لهم بلي هو ماشي من كالاكتا وبلي هادي 20 عام وهو تالف وما عارفش الام والخوت ديالو فين هما دابا اما العائله اللي عايش معاهم دابا غير تبناوه ملي كان صغير وغادي يحكي لهم القصه ديالو من النهار اللي تلف فيه وبلي ما كيتفكر حتى شي حاجه من غير واحد جوج ديال الخزانات ديال الماء قرابين للدار ديالو. انا واحده من صحابهم غادي تقترح عليه باش يستخدم جوجل مابس باش يقلب على دارهم ولكن صديقهم غادي يقول لهم بلي الموضوع ماشي سهل كما كتخيل وبلي غادي يطلب ليه بزاف ديال الوقت. من بعد سارو غادي ياخذ لوسي وغادي يمشي وفاش دخل الدار غادي يفتح البيسي وغادي يبقى كيقلب في جوجل مابس وغادي يبقى كيحاول يتفكر اي حاجه تقدر توصلوا للدار ديالهم ولكن غادي يفشل وغادي يبقى عامين هو كيحاول يقلب ولكن ما غادي يلقى حتى شي حاجه على الخريطه. واحد النهار غادي يدي معاه لوسي وغادي يمشي باش يزور الاسره ديالو وغادي يتعشاو كاملين مع بعضياتهم وفاش اقترحات لوسي باش تقول ليه يعاود الاسره ديالو بلي كيقلب على والديه الحقيقيين غادي تقلق بزاف وما خلاهاش تقول هذا السر وهادشي حيتاش كان خايف للاسره اللي تبناوه يتقلقوا عليه. فهاد اللحظه غادي يجي خوه مانتوش باش يتعشى معاهم وغادي يلقى سارو ولوسي مقلقين وغادي يبقى كيتنمر على خوه. انا سارو غادي تعصب عليه وغادي يجرحو بواحد الهضره وغادي يتعصب مانتوش بزاف وغادي يبقى كيضرب في راسو وغادي يكون باغي يضرب حتى سارو ولكن الاب ديالو غادي يمنعو وغادي يفارقهم وغادي تدوز الايام والعلاقه ما بين سارو ولوسي غادي تكون ما مستقراش وغادي تجيهم واحد الحاله ديال الاكتئاب وغادي يكون سارو جالس بوحدو والوقت كامل كيفكر غير في خوه والاسره ديالو وديما كيشوفهم قبالته في كل بلاصه كيمشي ليها وغادي يدير واحد الخريطه كبيره وغادي يبقى كيقلب عليهم وفاش لوسي غادي تواجهو غادي يتعصب وغادي ينفصل عليها وغادي
يقول لها تعيش حياتها وبلي هي تستاهل واحد الشخص احسن منه، وغادي يخليها وغادي يرجع للدار، وغادي يدير واحد الخريطه كبيره في الحيط باش يقلب على والديه الحقيقيين. وغادي تدوز شهور وغادي يكون مازال ما وصل حتى شي نتيجه، وانا غادي يقدم استقاله من الخدمه ديالو وغادي يتفرغ باش يقلب على والديه. والحاله النفسيه ديالو غادي تكون صعيبه بزاف. وواحد النهار غادي تلقى لوسي بالصدفه وغادي يجلسوا مع بعضياتهم كيهضروا بحال الاصدقاء، وغادي تقول ليه بلي الام ديالو عيانه حيتاش ما كيسولش عليها وبلي خاصو ضروري يمشي يشوفها. وبالفعل غادي يمشي عندها سارو وغادي يلقاها كتبكي، وغادي يبقى كيهضر معاها وكيحاول يواسيها، وغادي يعرف منها بلي هي كان ممكن انها تولد هي وراجلها، ولكن قرروا باش يتبناو الاطفال اللي محرومين من الحياه، وداروا هادشي كامل غير باش يفرحوهم، وبلي هو والاخ ديالو هما احلى حاجه في حياتها. انا سارو غادي يتاثر بالهضره ديالها وغادي يمشي لعند خوه وغادي يلقاه ناعس، وغادي يعتذر ليه على داك التصرف اللي دار معاه قدام والديه، وغادي يطلب منه باش يسامحه. وفاش غادي يمشي للدار غادي يبقى كيقلب على الخريطه، وغادي يكون حزين بزاف حيتاش ما قدرش يوصل لوالديه. وواحد النهار غادي يشوف واحد المنطقه ما معروفاش، ولكن بالنسبه ليه جاتو مألوفه، وغادي تبقى ترجع ليه الذكريات ديالو وهو كيلعب مع الفراشات ملي كان صغير، وغادي يبقى كيقلب في داك المحيط ديال داك البلاصه حتى غادي يلقى الطريق اللي كان تيرجع منه للدار وهو صغير، وغادي يلقى حتى داك جوج ديال الخزانات ديال الماء اللي كانوا قبالة الدار، وغادي يعرف بلي هما في المدينه ديال كوندو. كانت داك البلاصه في واحد المنطقه سميتها غانشي طالاي، وغادي يكتشف بلي من صغرو هو كينطقها غالطه وتيقول ليها غانسا طالاي. غادي يفرح بزاف وغادي يبقى كيبكي، وبالزربه غادي يمشي عند لوسي وغادي يفرحها، وغادي يطلب منه باش يمشي يقلب عليهم وبلي هي غادي تسناه حتى يرجع، ولكن قبل غادي يمشي عند والديه اللي تبناوه وغادي يعاود لهم الحقيقه، وغادي يقول لهم بلي بعاد عليهم في هذه الفتره اللي فاتت غير حيتاش ما كانش باغي يجرح المشاعر ديالهم، وغادي ياكد لهم بلي غادي يبقاو الاسره ديالو واخا هادشي كامل. الام ديالو غادي تفرح ليه وغادي تشجعو باش يمشي يقلب على الاسره ديالو الحقيقيه ويحاول يلقاهم ويطمن عليهم. وفعلا سارو غادي يسافر لمدينه كونتو عام 2012، وغادي يجلس في واحد لوطيل وغادي يبقى كيتمشى في داك المدينه، وغادي يلقى راسو كيتمشى في نفس الاماكن والطرق اللي كان كيتمشى فيها ملي كان صغير مع خوه. وكل ما كيقرب للدار ديال الام ديالو الذكريات كتزيد ترجع ليه، والطريق ديالو غير ما كيزيد يوضح حتى غادي يوصل لدارهم، ولكن لسوء الحظ غادي يلقاه تحول لحظيره. غادي يتعصب بزاف وغادي يفقد الامل وما بقاش عارف والديه شنو وقع ليهم، ولكن غادي يشوف واحد المراه وقفه وكتشوف فيه. غادي يهضر معاها باللونجلي ولكن ما غاديش تفهمو. شويه غادي يجي حدا واحد الراجل كيفهم اللونجلي، غادي يفرح سارو بزاف وغادي يرجع ليه الامل، وغادي يوريه التصويره ديالو ملي كان صغير، وغادي يقول ليه بلي هذه كانت دارنا. غادي يمشي الراجل وسارو غادي يبقى تتابعو حتى غادي يوصلوا لعند الام ديالو الحقيقيه. غير شافها غادي يفرح وغادي يبقى كيبكي، وهي غير شافته غادي تحس بلي هذاك ولدها بلا ما يهضر معاها، وغادي تجري لعنده وغادي تهنقو، وغادي تقول له بلي هذيك صار من 20 عام وهي كتقلب عليه. داكشي علاش قررت باش تبقى عايشه في هذه المدينه على امل انه شي نهار غادي يرجع يشوفها، وما كانتش متيقه بلي سارو ولدها كبر ولا بين يديها دابا. وفسولها على الاخ ديالو غادي تقول ليه بلي مات شحال هادي، وهادشي اللي غادي يخلي سارو مقلق بزاف وغادي يبقى كيبكي، وهادشي حيتاش كان باغي يعوضو على داك الفقر اللي عاشو، وغادي تحاول تخفف عليه، وغادي تعرفوا بالاخت ديالو شيكالا وغادي يفرح بها بزاف وغادي يشوفها كبرات. ومن بعد غادي يتصل بوالديه اللي رباوه وغادي يطمنهم عليه، وغادي يقول لهم بلي لقاهم وبلي الام ديالو الحقيقيه كتشكرهم بزاف حيت اشتروا فيه داك الخير، وكان لهم بلي واخا هكاك غادي يبقى هما العائله ديالو اللي كيبغيهم. وهذا هما التصاور ديال سارو الحقيقيه، وهذه هي الاسره ديالو اللي تبناوه، وهذا هو الفيديو ديالو الحقيقي ملي كبر وملي تلقى الام ديالو الحقيقيه، وهذه هي الام ديالو بالتبني اللي مشات معاه باش تشوفهم. وغادي يكون عارف بلي هذه المده كامله هو كينطق سميتو غالطه، والاسم الحقيقي ديالو هو شيرو، والمعنى ديالو هو الاسد. كانت هذه نهايه القصه، كان معكم خوكم سينفليكس. تهلاو.